موضوع مودريتش وموضوع بوسكيتس في تشكيلة تشوفونها الحين. حاطين المحاور بوسكيتس ومودريتش، من امامهم تاليسكا، ويمين دي ماريا، ويسار عبد الرحمن غريب، والمهاجم رونالدو. ويعتقد انه هالتشكيلة هذه ان النصر قوة ضاربة. التشكيلة هذه لو تلعب امام التعاون راح يستحوذ عليك. لازم تفهم اول شيء ان مودريتش وبوسكيتس ممكن تلعبهم مع بعض متى؟ قبل 5 سنوات 4 سنوات. حاليا ما تقدر تلعبهم مع بعض. متى يلعبون مع بعض؟ متى؟ بوسكيتس ومودريتش متى؟ 3 محاور، يعني عندك محور شاب صغير بالعمر، محور شاب معه بوسكيتس، وهنا مودريتش، 3 محاور يلعبون مع بعض. هنا في توازن. لكن تبي تخلي بوسكيتس ومودريتش مع بعض صعب جدا. ليش؟ ارجع ريال مدريد حاليا وارجع لبرشلونة. ريال مدريد وبرشلونة، وايضا حتى ريال مدريد يلعب 3 محاور، يعني بمعنى يلعب كروس وتشاوميني، والمحور الثالث مودريتش، اللاعب الحر، اللاعب المحور الثالث، لانه تحته 2 محاور فيتحرك بحريه. طيب تعال البرشلونه من فيه؟ بوسكيتس، لكن بوسكيتس لحاله لا، بوسكيتس من امامه 2 محاور. بوسكيتس حتى تركيبته هو مش لاعب سريع. وايضا مودريتش قل نشاطه الدفاعي، قل بحكم العمر. فبالتالي اذا جاك مودريتش وعندك بوسكيتس عشان تستفيد من الاثنين ويكون وسطك قوي، لازم تضيف عليه محور ثالث، يعني محور شاب صغير بالعمر صاحب مجهود ولاعب قوي مع بوسكيتس ومن امامه مودريتش. هنا يكون الفريق النصر متوازن بوسط الملعب، مش فقط تجميع اسماء، تجميع نجوم. سهل تجميع النجوم. فهنا اقول دائما اشوفهم حتى بتويتر، يعني تشوف يحطون اسماء مثل نجوم ويعتقد كرة القدم كلها نجوم وخلاص. جمع اسماء تبي تحقق بطولات، ما يجي. لو الموضوع سهل شفنا كثير مدربين نجحوا. موضوع انك تختار توليفة متناسبة هذه من اصعب الاشياء. لا تفكر ان هذا نجم، فكر هل ينجح مع فريقك؟ هل في توافق؟ هل يدافع ويهاجم؟ هل في توازن او ما في توازن؟ هذه اشياء مهمه. فعشان كذا نقول حتى ريال مدريد، عمركم شفتوا ريال مدريد ارتكاز واحد تشاوميني مثلا ولا مودريتش يلعب ضد اتلتيكو مدريد ولا برشلونه؟ لا، يلعبون 2 محاور، المحور الثالث مودريتش. برشلونه بوسكيتس المحور و2 محاور امامه. عشان كذا النصر الموسم القادم اذا جانا بوسكيتس اكيد بوسكيتس ومودريتش ومحور ثالث. ما جانا بوسكيتس 2 محاور شباب صغار بالعمر على مستوى عالي ومن امامهم مودريتش. بالنسبه لي لو الخيار بيدي الموسم القادم، اكيد مثلا خلينا نفترض مثلا يكون عندك عبد الخيبي للمحور، تجيب معه محور ثاني صغير بالعمر اجنبي على مستوى عالي، دفاعيا ممتاز، هجوميا ممتاز، قائد بوسط الملعب، صغير بالعمر، ومن امامه مودريتش. يكون فكره 3 محاور. هنا يكون وسطك قوي، وانت تحتاج الى لاعب يدير وسط الملعب يفهم اللعبه. بالتالي لما يكون عندك محور اجنبي على مستوى عالي هجوميا مع مودريتش، 2 تحت رونالدو مع تاليسكا غريب، اكيد يكون نصر قوه ضاربه. بالتالي اذا جبت محور ما تجيب محور يعني محور كبير بالعمر مع مودريتش محور كبير بالعمر، لا، عشان يكون في توافق. مثلا عندك محور محلي ممتاز، جمعوا محور اجنبي صغير بالعمر وعلى مستوى عالي مع مودريتش، يكون فريقك متوازن. يعطيكم العافيه وشكرا لكم.